ثم هذاك الفم اللي انت صايم به وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، كيفاش انت صايم وتنطق بالكلام البذيء والفاحش وتسب الدين؟ اش بقى لك من الصيام؟ اللي يسب الدين في وسط النهار في رمضان اش بقى عنده؟ واللي يسب الله، انا والله الذي لا غيره في رمضان قبل عند قريب المغرب في واحد السويقه، واحد الباعات تجوقوا عليه الناس تقلق وسب الله رب العالمين، سب الله وهو صائم، بقي لي هذا شي صيام؟ هذا امر خطير جدا. لذلك اذا كان الله تعالى تكرم هذاك رائحه فمك انها اطيب عنده من ريح المسك، كيف تخرج من هذا الفم هذا الكلام؟ كن طيبا فإن الله تعالى يقبل الطيبين لا يقبل إلا طيبا، الذين تتوفاهم الملائكة